عراك بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحفي سيمون أبو فاضل في حلقة اليوم من برنامج صار الوقت على الهواء. وأفادت قناة MTV التي يعرض عليها البرنامج بأن استوديو صار الوقت شهد عراقا بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحفي سيمون أبو فاضل. ووفقا لمصادر صحفية فإن وئام وهاب اعتذر من مدير عام محطة MTV ميشيل المر ومن البرنامج ومن السيد سيمون أبو فاضل على ما حصل منه وهو خارج من الاستوديو. شهد الاشتباك بين الطرفين في الاستوديو شتائم وتكسير للزجاج، فيما تدخل على الفور الإعلامي مارسيل غانم وفريق عمل البرنامج لفض الاشتباك مطالبين بقطع بث الحلقة. ووفقا لما أفادت به وسائل الإعلام اللبنانية، اعتذر الإعلامي مارسيل غانم بعد معاودة بث الحلقة وانتهاء الاشتباك للمشاهدين عما حصل داخل الاستوديو، بينما ظهر أبو فاضل وهو بوجه متورم بعدما تلقى كدمات على وجهه.